صوت الحكاية، حكايات تروى بصوت الزمن الجميل. الخاتم السحري، يكتبها لكم مصطفى كامل حسن، ويخرجها أحمد أبو زيد. برضو كده يا ست ام مدحت، يعني مبسوطه من العمايل اللي ابنك بيعملها دي؟ والنبي يا ست صفيه ما انا عارفه اقول لك ايه، يا دي الكسوف يا ربي. شوفي بقى لو كان ابو ليلى عارف كان عامل ايه. ده هي حتى ما كانتش عاوزه تقول لي انا كمان، لولا يا كبدي لقيت وشها مزرود ومش زي عادتها، وفضلت وراها لحد ما عرفت كل حاجه. اخص عليه البعيد، حد يا اخواتي يعاكس جيرانه؟ انا اللي مزعلني قوي انه واقف يعاكسها من الشباك قدام الرايح والجاي. افرضي حد شافه يا ست خديجه، يقول علينا ايه بس؟ وحياتك الحكايه دي ما انا مفوتاها ابدا، بس اما يرجع يا ست صفيه ان ما بهدلته وخليت اللي ما يشتري يتفرج عليه. دي ليلى يا اختي زي اخته، يعني هو إلا حقه لما يشوف حد يعاكسها يمنعه. والنبي يا ست صفيه الواد ده مش عارفه جراله ايه. بس بالهواده يا اختي، بالهواده، ما تكسريش بخاطره ابدا. ما كسرش بخاطره؟ ده انا هكسر رقبته. شوف يا اختي الواد وخيبته، طب يتشطر واحنا نخطبها له. ولا ما ترضوش بينا يا ست صفيه؟ يا خبر، واحنا في ديك الساعه يا ست خديجه. بس يلا يتشطر وياخد الشهاده الكبيره ويتوظف، وانا مش عاوزه منكم حاجه ابدا. الشهاده الكبيره؟ والنبي تسكتي يا ست صفيه، اسكتي بس. ليه يا ست خديجه كفل الشر؟ الواد تعبني قوي، ما بيذاكرش خالص، وان قعد يا اختي يذاكر تبص تلاقيه سرحان، ما تعرفيش في ايه يا اختي. ويا ما كلمته من غير فايده وحياة. معلش يا اختي بكره يعقل. امتى بس يا ست صفيه؟ هو صغير دلوقتي، والسنه دي لو نجح هيدخل الجامعه. ربنا يا اختي ينجحه. لما الدولة العباسية كانت. جلوس، اتفضلوا استريحوا. اتكلمنا في الحصة اللي فاتت عن مظاهر الحياة في الدولة العباسية، والنهاردة هنكمل الكلام في الموضوع ده ونتكلم بصفة خاصة عن عصر هارون الرشيد. قلنا ان مظاهر الترف اللي تفشت في الدولة العباسية كان لها جذورها في أرض فارس، اللي اعتمدت الحركة العباسية على تأييد أهلها واستعانت برجالها للانقضاض على الحكم الأموي. وبلغ هذا الترف أقصاه أيام حكم هارون الرشيد، اللي تعتبر فترة حكمه العصر الذهبي للدولة العباسية. مفهوم؟ ازغد اللي جنبك ده يا فهمي. ايوه مدحت، ازغده قوي. الله، ايه ده؟ كلمني انا يا سي مدحت، انا اللي قلت له ازغدك. سرحان في ايه بقى؟ انا ابدا يا فندم، لا مفيش حاجه. اكبر شيء يضايق المدرس انه يلاقي بعض الطلبه مش منتبهين اللي بيقوله، ده معناه ان المدرس مش موفق في طريقه عرضه للموضوع. لا ابدا يا فندم، انا كده انا متتبع حضرتك خالص. طب تقدر تقول لي كنت بقول ايه؟ كنت بتقول كنت ارجوكم مفيش داعي ابدا تحرجوا زميلكم. الله زي تغريد البلابل، مش كلام ست ليلى اللي زي الدبش، ويتقفل الشباك في وشي كمان. ساعتها هي اللي هتترجاني، هي اللي هتجري ورايا، هي اللي هتتمرمغ تحت رجليا. ايه ده؟ مين اللي بيضحك ده؟ بيضحك؟ وماف؟ مين؟ ليلى يا قليل الادب، بس انت هو الاستاذ. لا مؤاخذة، أنا قصدي أنت قليل الأدب. فاكر نفسك فين؟
اطلع بره. الحقيقة أنا متأسف يا أستاذي، يظهر كنت مش مقبول اي اعتذار. اتفضل بره قلت لك. أصل هتخرج ولا اندهلك الفراش يطلعك بره؟ حاضر، أنا طالع اهو. واسبقني على اوضه الناظر. انت لازم تتفصل اسبوع على الاقل. الحقيقه يا مدحت انت زودتها خالص. وأنا ذنبي إيه بس؟ المدرس متقصدني. وهيتقصدك ليه؟ بينكم ترباية. الله، افتكرت حاجة ضحكت فيها. إيه دي؟ يا اخي ضحكت عليك نفسك بقى، ده كلام برضو يا فهمي يا ابني. هو في الحقيقه يا تيزا غلطان. انا لغايه دلوقتي مش عارف الضحك اللي من غير سبب ده كان ليه. يا شيخ حرام عليك بقى، لا في البيت ساتر ولا في المدرسة نافع. الله، بقول لك المدرس متقصدني. إيه؟ وست صفية متقصدك هي رخرة لما بتقف تعاكس بنتها من الشباك. إيه؟ أبدا، دي هي اللي بتعاكسني. والنبي البنت اللي بيتكلم عنها دي برقبته أخلاق وأدب وكمال، مش خيبة بالويبة. اسمتي اللهم لا اعتراض يا رب. بكرة تشوفينا ملعب بالفلوس لعب. قلبي حاسس إني هبقى غني واتمتع وأعيش زي اللي بتمتعوا كده اهو من غير تعب. مش معقول، مفيش حلاوه من غير نار. قول له يا ابني، قول له والنبي، ده متهيأله ينام ويصحى يلاقي مخلة مليانة فلوس تحت دماغه. يا سلام، دي متعة الدنيا. يسمع منك ربنا وانام واصحى الاقيها جنبي. عشم ابليس. ولا قريبي كلنا في امريكا ويكتب لي كل املاكه. ملناش قرايب، ملناش، مقطوعين من شجرة. ولا ام يكون فيه مارد يقول لي شبيك لبيك عبدك وملك ايديك. لا ده انت عقلك اختل بصحيح. انا قايمه وسايبه لك الحته باللي فيها. يا تيزا ده بيضحك، انت فاكراه بيتكلم جد؟ بيضحك ايه يا ابني؟ ده طول النهار على ده الحال. انا غلبت وغلب غلبي. اما اخرج اهوي نفسي شويه عن اذنك يا ابني. ما تاخذنيش يا حبيبي، انا خايفه انا كمان عقلي يختل. انا رخره كده برضه يا مدحت تزعل مامتك؟ اهي خرجت زعلان مبسوط. الله، مدحت انت مش ويايا ولا ايه؟ ايه؟ لا انت رجعت تسرح تاني يا اخي. بطل بقى، سيبك من الخيالات دي. يا سلام لو الخيالات دي تتحقق يا فهمي كنت اغرقك معايا فلوس. دي اوهام اللي انت بتفكر فيها دي. عيش في الواقع يا مدحت، فوق لنفسك بقى قبل السرحان ده ما يبقى مرض وما تعرفش تتخلص منه. ليه يا اخي؟ ايه اللي يمنع انها تتحقق؟ هو كتير على الله ابات واصحى لاقيني عايم في الفلوس عوم. مش بعيد يكون فيه كنز مرصود عليا ومسيره ينفتح على اسمي. اجتهد وكافح واعرق ينفتح لك الكنز اللي انت عايزه. انت بتتكلم جد؟ طبعا بتكلم جد. كل واحد مننا مرصود له كنز لو اجتهد وكافح، والكنز ده هو ثمرة عمل. والنبي بلاش فلسفة فاضية. ايه بقى، مش احسن من الاوهام الفاضية بتاعتك دي مش اوهام، دي حقايق. انت ما قريتش حكاية جودر الصياد اللي اصطاد فيه عفريت حقق له كل اللي في نفسه وخلاه اغنى واحد في البلد كلها؟ ده كلام روايات بقى يا استاذ يا محترم. انت عايز تلاقي وفي عفريت دلوقتي؟ يا سلام يا فهمي، لو القى ده يا سلام، ولا خاتم سليمان حتى ابقى ضمنت المستقبل. عايز عفريت يضمن لك مستقبلك؟ ليه لا؟ اسمع يا مدحت يا اخويا، ما يضمنش مستقبلك الا مجهودك. حتى لو لقيت اللي انت عايزه ده متهيألي برضو انه مش هيفيدك. ازاي ده؟ عفريت محبوس في بقاله اكتر من 2000 سنة، يبقى لازم مات وشبع موت يا سي مدحت. بس بلاش جهل. هي العفاريت بتموت يا جاهل؟ بسمع يا جدع، انت انا جاي لك عشان تنقل الدروس اللي فاتتك ونقعد نذاكر شوية، مش تقعد تكلم لي في العفاريت بتاعتك دي. اديك طول عمرك بتذاكر، خدت ايه من مذاكرتك يا اخي؟ اسمع، انت هتذاكر ولا روح؟ اقول لك امر لله، انا هنقل الدروس بس والمذاكرة تبقى على مهلها بقى. ليه بقى؟ ما تذاكر يا ابن الناس قبله وبعدين تبقى تنقل انت على مهلك. بقول لك ماليش مزاج يا اخي للمذاكرة. امر لله. اتفضل يا سيدي الكراريس بتاع الدروس النهاردة. اقوم انا بقى اروح اذاكر لي كلمتين واعوض الوقت اللي ضاع مني ده. ليه بس؟ ما ديك قاعد تسليني. ولزوم قعدتي ايه بقى؟ شوف انت عندك ايه عايز تذاكره واقعد ذاكر وانا اقعد انقل عشان تشجعني يا فاهم. بعدين اكسل. حاضر يا سيدي، بس الكلام ممنوع. وهقعد بعيد عنك كمان عشان ما حدش يعطل حد. تقعد بعيد عني فين بقى؟ على الترابيزه اللي هناك دي، وانت خليك على المكتب هنا.
ايه انت نمت؟ الله، ده انا راحت عليا نومه. انا راحت عليا نومه. عارف الساعه كام دلوقتي؟ 3 بعد نص الليل. يا خبر، نمنا الوقت ده كله؟ هروح انا ازاي دلوقتي بقى؟ ولا يهمك، انا فقت خلاص. هقوم اتمشى وياك لغايه البيت. يلا بينا. يا خبر، يظهر النهار قرب يطلع. مش بقول لك الساعه فقت 3؟ غريبه، ازاي نمنا الوقت ده كله؟ يا سلام يا مدحت، يا سلام لو احنا ماشيين دلوقتي تلاقي خاتم سليمان ولا طاقية لخفة ولا حاجة حلوة وسهلة. هو في الدنيا أطعم من الحاجة اللي تيجي بالسهل؟ يا سلام يا فهمي، لو نلاقي دلوقتي في سكتنا كده شنطة فيها 50، لا 50 ايه، فيها 100,000 جنيه. 100,000 جنيه؟ امال حاجة تستاهل الخروج بالليل في الساعة دي. اسمع منك ربنا يا شيخ. الله، فهمي، ايه في ايه؟ بص هناك تحت فانوس النور ده. الله، مدحت، ده خاتم سليمان. خاتم سليمان. الله، لكن ده مصدي خالص يا مدحت. هو بعينه. انا عارف وصفه من الكتب اللي قريتها. اهو ده اللي هيسعدني طول العمر. يسعدك ليه؟ هو انت عايز تاخده لوحدك؟ طبعا، امال انت عايز تشاركني فيه؟ طبعا اشاركك فيه. مين اللي يقول الكلام ده؟ انا. ليه فاكرني من اللي بتخموا يا سفامي؟ قلت لك لازم اشاركك في الخاتم. وانا قلت محدش هيشاركني فيه. ازاي بقى الكلام ده؟ انا اللي شفته الاول يبقى ملكي. ولو ما كنتش خرجت معايا عشان توصلني ما كنتش شفته. وانا لو ما كنتش خرجت معاك كنت هتبات للصبح. ابدا، كنت هخرج لوحدي. تخرج ازاي وانت بتخاف من خيالك؟ كنت هخرج وخلاص. انا هاخد الخاتم ده. اوعى تتحرك مطرحك. الخاتم ده بتاعي انا بقول لك. انت نسيت ان انا اللي غصبت عليك انك تقعد عندي؟ ودي فيها ايه دي؟ يعني كان مفروض تروح من بدري ولا تشوفوش واشوف انا لوحدي. وتشوفه ازاي؟ هو لو ما كنتش انا نمت عندك كنت هتخرج توصل مين في وقت زي ده؟ الخاتم ده انا اللي هاخده وخلاص. لا، الخاتم ده انا اللي هاخده. هنخسر بعض زي بعض. طوعني بقول لك. قلت لك انا اللي هاخده. اوعى تتحرك، استنى هنا. سيبني بقول لك. مش هسيب. الله، مش هيحصل لك طيب. ما هو لازم انا اللي هاخد الخاتم ده. ما حدش هياخده غيري. انت يعني مش عايز تأثر الشر؟ وما اثرتش هتعمل ايه؟ انت باين عليك مش هتيجي بالذوق. خد. الله، انت بتضربني يا مدحت. وموتك كمان كده. طب خد. طب تعالى بقى. تعالى. اتحسن رقبتي يا مدحت. انت بتخنقني يا مدحت. الخاتم ده بتاعنا. ماما ابني سيبني نام. سيبني بس. بصي شايفه اللي في ايدي ده؟ ماما بصي بس يا مدحت. شايفه ايه ده؟ ايه ده؟ خاتم الملك. خاتم الملك ايه يا ابني؟ انت بتحلم؟ هقول لك ده خاتم الملك. بصي انت يا ابني جايب لي حلقه حديد وبتقول لي عليها خاتم. اجري يا حبيبي وسيبنا نام انا اخرى. فمن إسراف في الترف والمتعة من إسراف في الترف المتعة إلى ملابس مثقلة بالمجوهرات واللآلئ. نعيم. أما ادعك الخاتم بقى. غريبة، مفيش حاجة. مش معقول بقى الخاتم اللي قتلت صاحبي عشانه يطلع خاتم فالصو. لا مش معقول ابدا. اما ادعك الخاتم تاني. صوت ايه ده؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يا ساتر يا رب. مين اللي جابني في الساعة دي؟ انا سامع صوت. امال مين بقى اللي طلبني؟ انا طلبت العفريت اللي بيخدم الخاتم ده. ما انا يا ابني قدامك اهو. انت؟ ايوه يا ابني انا. انت ده؟ مش معقول ابدا. ليه؟ مش مالي عينك ولا ايه؟ مش قصدي يا عم عفريت. يا سلام يا ابني البرد ده. ايه انت سقعان يا عم عفريت؟ خلصني يا ابني وقول لي عايز ايه؟ جسمي رصرص من البرد ده. ياه، دي الدنيا ما كانتش ساقعة على ايامنا قوي كده. غريبة، انت بتحس بالبرد زينا؟ يا ليت الشباب يعود يوما. حقيقي انت
انت عجوز قوي ووشك مكرمش ووسطك محني وعينيك مدغششه. انت عجوز قوي يا عم عفريت. ايه الدنيا يا ابني؟ انت خدام الخاتم ده؟ طبعا يا ابني، امال انا هنا بلعب؟ ايوه بس انت قصدي يعني هتقدر تحقق طلباتي ازاي؟ ما تخافش عليا يا ابني، اديني في العدهاء برضه. أؤمر يا ابني، واللي يقدرني عليه ربنا هعمله. يعني اطلب بقلب جامد؟ اطلب يا ابني، ده انا هنغنغك قوي. ايوه والنبي يا عم عفريت، احسن انا متعشم فيك قوي. ما تحملش هم يا ابني، انا يا ابني زي ما انا، ما تغركش الشعرتين البيض دول. انت هتزعلني منك ولا ايه؟ لا 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 لا، وحياة والدك اللي حكايه الزعل دي حقك عليا. هات لي بقى اللي انا عايزه. انا عايز فلوس، عايز ذهب، عايز الماس، جواهر، ياقوت، زمرد. بس كده يا ابني، بسيطه. حقيقي يا عم عفريت. يا ابني انت جيت في جمل، دول حبه الماظات وجواهر، يوم ما يضربها الدم مش هتزيد عن 1000 دينار. يا قوة الله، ايوه كده سرك الباتع يا عم عفريت. شد حيلك ويانا كده. ادي شغل عفريت ولا بلاش؟ امال يا ابني. الوردة اندبلت ريحتها فيها برضه. طيب لايمني وحات والدك احسن من مستعجل قوي. خلاص، انا هخطف رجلي لغايه قصر السلطان واجيب لك قدرتين 3 على مقصد كده. ايه سلطان ايه؟ سلطان البلد طبعا. هو يا ابني في غيره؟ هو اللي بيشيل الفلوس والجواهر في قدر تحت القصر. هجيب لك منهم قدرتين 3. سلاطين ايه وقدر ايه؟ احنا دلوقتي ما عندناش سلاطين يا عم عفريت. ما عندكوش سلاطين؟ ازاي يا ابني؟ السلاطين دي كان الزمان يا عم عفريت، دلوقتي ما عندناش غير سلاطين لبن وبس. الله، ايه اللخبطه دي؟ زي ما بقول لك كده. الله، امال انا هجيب لك الفلوس دي منين بقى؟ انت اللي بتسالني يا عم عفريت، امال انا جايبك ليه؟ يا ابني ما يقدر على الاجره الا ربنا. قول لي، الفلوس في ايامكم دي بتشيلوها فين؟ واللي بتشيلوها فين وانا اجيب لك اللي انت عايزه. انا يا ابني مش متاخر في حاجه ابدا كده. طيب يا عم عفريت اقول لك، احنا في ايامنا دي بنشيل الفلوس في بنوك. ودي يا ابني تبقى ايه؟ دي حاجه يعني غير البلاليص؟ بلاليص ايه؟ احنا دلوقتي في القرن ال20. البلاليص دي كانت ايام ستي وابو ستي. طب يا ابني ما تزعلش، السؤال ما يزعلش. انا عايز اخدمك. البنوك دي يا عم عفريت محلات، قصدي اقول له ايه ده بس، بيوت كبيرة يا عم عفريت زي قصر السلطان كده، وبيحطوا فيها الفلوس في خزن. ايوه خزن. ما تعرفش الخزن؟ يا ابني والله مش واخد بالي. الخزن دي اقول له ايه ده ماحي خالص. الخزن دي يا عم عفريت بلاليص بس بقى بلاليص حديد. اهي بلاليص وخلاص يا اخي. بلاليص. المهم ان البيوت دي عليها حرس جامد قوي. حرس ايه يا ابني؟ قول يا باسط. الحرس قال ده انا انفخهم كده اهو، اطيرهم كلهم. ما تاخذنيش يا ابني، الدنيا اتغيرت عن ايامنا، والغريب يا ابني اعمى ولو كان بسيط. يعني عايز ايه بس؟ خلصني. تاخد بايدي يا ابني الاقرب بنك. اخد بايدك؟ ايوه يا ابني. بس دي حاجه ما حصلتش مع عفاريت ابدا. اللي يعيش ما يشوف يا ابني. يلا بينا. ادي احنا وصلنا يا عم عفريت كده. طيب يا ابني خليك انت هنا بقى على بال ما اخطف رجلي لحد جوه واجي لك على طول.
هو الباب فين يا ابني؟ اهو يا عم عفريت اهو. شاهد بقى قبل ما حد يشوفنا. ده باين عليه جامد قوي. يا ود قرطميش ابن قرطميش. الا الله يا نهار اسود. الحق يا عم عفريت الحق. حرامي عم عفريت يا نهار. عم عفريت الحق يا عم عفريت. عم عفريت يا نهار اسود. زوغان. انا اتعورت ولا ايه؟ انا لازم اختفي بسرعه كده برضه يا عم عفريت. تسيبني في ظرف زي ده؟ يا خبر يا خبر. دول قربوا خالص. استخبى فين؟ دول لو لحقوني هيودوني في داهيه. ايوه الباب المفتوح ده. انا هدخل واستخبى وراه. يا عم عفريت يعني ما كنتش تبقى جنبي تسندني؟ امري لله، اعتمد على نفسي، ما فيش غير كده. الحمد لله. اما اقفل الباب بقى. ساتر، ايه ده؟ يا ما انت كريم يا رب. الحمد لله نفدت بجلدي. اما اقعد استريح بقى. مين اللي هناك ده؟ نهار اسود. انا انت مين؟ وايه اللي دخلك بيوت الناس في عز الليل كده؟ الحقيقة انا انت ايه انت؟ حضرتك سمعت الصفافير اللي كانت بتصفر دلوقتي؟ ايوه يا سيدي، والناس والزيطة الجامدة دي كلها. فهمت. هو انت اللي كانوا بيجروا وراك؟ ايوه. وبيجروا وراك ليه؟ عملت ايه؟ ابدا. ده انا كنت بتخانق مع واحد وضربني وعورني. قاموا جروا ورايا عشان يمسكوني. اما غريبة الحكاية دي، يسيبوا الضارب ويجروا ورا المضروب؟ والله دي الحقيقة. مظلوم والله. لا الحكاية دي مش داخل عقلي ابدا. انا متهيألي انت مخبي حاجة. ابدا والله. يعني هخبي ايه؟ انا مش عارف اقول لك حاجة. يا فايزة. ايوه يا بابا. تعالي. انت سمعت كلام الجدع ده؟ ايوه يا بابا، انا سمعت كل حاجة. ودخل عقلك كلامه؟ باين عليه ابن حلال يا بابا. ايه ابن حلال؟ ده خلقة ابن حلال ده. والله ابن حلال. ابن حلال مصفي. انت مش شايفه متعود يا بابا؟ وايه يعني كلامه حقيقي وكمان مش وقته ده دلوقتي. احنا لازم نسعفه، ده متعود يا بابا. ايوه مش وقته ده دلوقتي. انت لازم تسعفه. قصدي تسعفني. انا هغسل له الجرح يا بابا عبال حضرتك ما تجيب قطن وشاش. مش لما اعرف حكايته قبل يا بنتي؟ نسعفه قبل يا بابا وبعدين تعرف كل حاجة. ايوه هقول كل حاجة. بس اسعفوني. دمي سايح يا ناس. بابا طيب هروح اجيب القطن والشاش، بس خلي بالك منه. وانت اوعى الزوغ هنا ولا هنا. لازم اعرف الحقيقة. هتعرف يا بابا. اوام النبي يا بابا. حاضر يا بنتي حاضر. وريني الجرح ده من ايه؟ دي رصاصة. اصله ضربني بالرصاص. هو مين ده؟ اللي ضربني. مش بقول لك كنت بتخانق؟ ابدا مفيش اي اثر للرصاص. الله. امال التعويرة دي من ايه؟ انت يظهر وانت بتجري اتخبطت في حاجة. يعني مفيش رصاص في جسمي؟ ابدا مفيش اي حاجة. انا دارسة تمريض. انت ربنا بعتك ليا من السماء. انا مش عارف اشكرك ازاي. تشكرني انك تقعد ساكت لغاية ما انضف لك الجرح. حاضر. هسكت خالص. وتقدر تشكرني بحاجة تانية كمان. ايه؟ قولي. اي حاجة. تقولي كنت عند البنك بتعمل ايه؟ بنك؟ انا كنت عند بنوك.
احنا شبابيكنا الورانية بتطل على البنك، وانا كنت باصة من الشباك وشفت كل حاجة. شفتي ايه؟ شفتك وانت بتحاول تسرق البنك. انا ابدا والله مش انا. اقول ايه بس؟ ده مين؟ ده واحد تاني. ما كانش في حد تاني غيرك. ما هو المصيبة انه ما بيبانش. في انسان ما بيبانش؟ ما هو المصيبة انه مش انسان، حيوان. هو الحيوان ما بيبانش. امال ايه؟ هوا؟ انت بتتريقي. ده بس ما تقوليش لحد. لا ده عفريت. اي والله العظيم. اصله هقول ايه بس؟ اصله معرفة وهو اللي كان هيسرق البنك. وانا معقول اسرق وانا وشي كده؟ انت عايزني اصدق كلامك الفارغ ده؟ هو في عفاريت؟ في والله العظيم في، بس عجزوا شوية. عجزوا؟ انت بتتكلم بتقول ايه؟ هو كلام غريب شوية، لكن والله هو كده. كده ازاي؟ هقول ايه بس؟ سيبينا من الموضوع ده. قوليلي افند، انت كنت باصة من الشباك حقيقي؟ وبتسأل ليه؟ اصل غريبة ان واحدة تقف تطل من الشباك في وقت زي ده. شيء بارد. مش قصدي بس يعني مجرد سؤال. الحقيقة انا كنت واقفة مستنية اخويا. اخوكي؟ ايوه، اصله راح يذاكر عند واحد صاحبه اسمه مدحت. ده اتأخر قوي، مش عادته اتأخر كده. ايه؟ وقفت في الشباك استناه. لكن اسمه ايه اخوكي ده؟ فهمي. انا ما اعرفوش. انا ما شفتوش. انا ما اعرفش حاجه. اسمع، الله، استنى ما انضف لك الجرح. استنى انت يا ايه في ايه بتزعقي ليه؟ الله، فين الجدع اللي كان هنا؟ مش عارفه، طلع يجري كده على طول زي اللي يكون بيهرب من حاجه. مش بقول لك ده باين عليه قتال قتله. الحقيني يا است صفية، الحقيني يا اختي. في ايه يا است خديجة؟ خير؟ مدحت يا اختي، قمت الصبح ما لقيتوش. انا خايفة يكون جراله حاجة يا است صفية. لا بعد الشر. يا ترى انت فين دلوقتي يا مدحت يا ابني؟ ما تحمليش هم يا است خديجة، دلوقتي يا اختي يجي. هو بس تلاقيه خرج الصبح بدري يشم شوية هوا ولا حاجة. يا اختي ده بيصحى بالطبل البلدي، هو ده عمره يصحى لوحده ابدا؟ ده لازم خرج بالليل ويا صاحبه فهمي، ما هم كانوا قاعدين يذاكروا مع بعض. يا ترى راحوا فين يا ربي؟ طب ما تقومي تخطفي رجلك يا است خديجة لغاية بيت صاحبه ده، يمكن يا اختي تلاقيه هناك. يا ريت اعرف بيته، كنت رحت اشوفه هناك، لكن مش معقول، ده مش من عادته يروح عند حد بالليل ابدا. يا اختي ده عمره ما بات بره ابدا. يا اختي هو صغير لما هتتخضي عليه. قلبي مش مطوعني يا است صفية، حاسه كده، حاسه ان في حاجه وحشه حصلت. يا اختي الشر بره وبعيد، ما تقوليش كده. امال افتكري يا اختي، يمكن يكون قالك هيروح هنا ولا هنا. ايوه يا اختي افتكرت. خير يا اختي؟ امبارح بالليل جه يا اختي صحاني من النوم وقال لي انه لقى قال ايه خاتم سليمان. خاتم ايه؟ سليمان. خاتم سليمان. لا يا استي خديجة، ده انت لازم كنت بتحلمي ولا حاجة يا اختي. والنبي زي ما بقول لك كده، ده حتى وراني الخاتم حلقة حديد مصدية ما تستاهلش 3 مليم. يكونش يا اختي ختم الملك حقيقي؟ والنبي انت ليكي كلام يضحك يا است خديجة. انت يا اختي بتستعقدي في الكلام ده. والنبي ما انا عارفة بقى يا است صفية، يا ترى انت فين يا ابني دلوقتي؟ مدحت انت جيت يا حبيبي. الحمد لله على السلامة يا ابني. الحمد لله يا اختي، جالك كلامي. كنت فين يا ابني وغشتني عليك؟ مش وقته، هبقولك بعدين. انا عايز استريح دلوقتي. يا خبر، انت كنت بتتخانق ولا ايه يا ابني؟ الله يجازيه البعيد، هو السبب في اللي حصل ده كله. انا عايز اقعد لوحدي، مش عايز معايا حد. ابسط يا عم، اهو خرجوا. ريح اعصابك بقى. وانت مستني ايه؟ اتفضل معاه، مع الف سلامه. روق دمك بس يا ابني،
انا مش عايز اسيبك وانت زعلان. امال سبتني هناك ليه واحنا قدام البنك؟ غصب عني يا ابني. انا ابني طول عمري كنت ادخل عند السلطان اجيب ايدك واخرج، عمري ما قابلني اللي قابلني في البنك الليالي. انت ما خدتش بالك؟ انا خدت بالي بس اما لقيتك فص ملح وداب. بعد ايه يا ابني؟ ده انا متهيألي القيامه قامت. انا يا دوبك قربت من باب البنك والدنيا اتدربكت. يا ساتر يا رب، ايه ده كله؟ ما كانش يا ابني على ايامنا حاجه من دي ابدا. طب ده انا اول ما لمست الباب جت ذراعتك كانت هتخلص عليا. دي الكهرباء اللي بيكهربوا بيها البيبان. يفكر يعني لولا شديت روحي كان زمان يا ابني طلعت روحي. مش قادر تتغلب على شوية كهرباء يا ابني انا اتغلبت على الجن الازرق، انما الكهرباء دي يظهر نوع جديد من العفاريت ما كانش على ايامنا ابدا. واللي غيظ انهم ما شافوكش وافتكروني انا الحرامي، وفضلت اجري وهم ورايا لما انقطع نفسي وابص الاقيني فين؟ في بيت فهمي اللي قتلته. وهتحسك انت عايز توديني في داهيه؟ ما تخافش وراك عفريت. باين قوي. عن اذنك بقى يا ابني، لحسن سهرت الليله دي كتير. استنى عندك. رايح فين يا ابني؟ رايح ارتاح شويه. استنى انا عايزك. عايز ايه بس يا ابني؟ انا هقول لك اهو. اسمع. الله عم عفريت انت نمت يا عم عفريت، يا عم عفريت. يا ترى مين اللي جاي لنا دلوقتي؟ والله ما انا عن اذنك يا اسطى صفيه شوف مين يا اختي. طيب يا اختي. طيب انا جايه اهو. مين؟ مش دي شقة مدحت عبد التواب من فضلك؟ ايوه يا بنت. وسي مدحت موجود؟ ايوه يا بنتي موجود. لو سمحتي انا عايزاه ضروري، اقدر اكلمه؟ تكلميه؟ قصدي اتفضلي يا بنتي اتفضلي. مين يا اختي؟ يا اختي واحده عايزه مدحت مش عارفه اعمل ايه. خبطي عليه يمكن هي دي اللي تهديه. يمكن يكون على ايديها الشفا يا اختي. طيب يا اختي. مدحت يا ابني. مين؟ في ايه؟ مدحت دي واحده يا ابني عايزاك ضروري يا ابني. واحده؟ تكون مين دي؟ والله يا ابني انا قاعد اصلك من الصبح مش سامع حاجه. يظهر الواحد سمعه تقيل كمان. انت سمعك تقيل ونظرك دخشش، امال فايدتك ايه بس؟ اما اشوف مين اللي عايزني. اهي يا ابني مدحت ابني يا بنتي. انت مدحت؟ مين انت؟ عايز ايه؟ انت جاي هنا ليه؟ انا اللي عايزه اعرفه. انت مدحت صاحب فهمي؟ قول لها انا ما اعرفوش. انا ما اعرفش حد اسمه فهمي. ما تعرفش فهمي؟ قول لها ما شفتوش. انا ما شفتوش. ما شفتوش ازاي؟ انتوا يا ابني مش كنتوا بتذاكروا امبارح مع بعض؟ ما حصلش. انا ما شفتوش، انا ما اعرفوش. ما تعرفوش؟ ايوه ما اعرفوش. طيب يا ابني طيب. ما تعرفوش يا ربي لا حول ولا قوة الا بالله. كبدي يا ابني والنبي حالتك تبكي. هو ده مش مدحت عبد التواب؟ هو يا قلب. لا مش انا ما اسميش مدحت. كبدي يا ابني يا كبدي يا ابني يا حبيبي والنبي حالتك تقطع القلب يا ابني. انا عايزه اعرف اخويا ما رجعش البيت ليه. اذا كنت انت مدحت صاحبه قول لنا بس هو راح فين. قول لهم ما شفتوش بعدين تروح في داهيه. ما شفتوش، ما كانش هنا. انتوا عايزين تودوني في داهيه. غريبه، هو بينكر ليه؟ خايف من ايه؟ معلش يا بنت، هو عنده حالة غريبة كده. تعالي بعد شوية يا بنتي يمكن يكون هدي يقدر يقول لي. أنا مش هسكت على الحكاية دي أبدا. أنا لازم أعرف أخويا راح فين. أنا لازم أبلغ البوليس. استني يا بنت استني. دي مشيت. دي هتبلغ البوليس. ولا يهمك. انت يا ابني
مش كنت بتذاكر امبارح مع صاحبك فهمي؟ اثبت، اوعى تقع في الكلام. قلت ما شفتوش، ما كانش هنا، ما جاش هنا خالص. طيب يا ابني، هدي نفسك. خلاص يا حبيبي، ما شفتوش. خلاص يا ابني، ما شفتوش. انا مش عارفه جراله ايه يا اسطى صفيه. وحياتك انت ماله غير الشيخه مرزوق، اسمعي كلامي. ايوه ما شفتوش. ايوه انا مصدقه يا اخويا، ما شفتوش. انا ما شفتوش. ما شفتش صاحبي، ما شفتش فهمي، ما شفتش حبيبي. لا اله الا الله يا ربي، كبد عليك يا ابني. ايه اللي اخره لغايه دلوقتي؟ بس ايه اللي اخره؟ انا خايف يكون مات ولا حاجه. بقالي ساعه ما ادعك في الخاتم مش راضي يرد عليا. ادعك تاني وامري لله. غريبه، مفيش فايده. ادعك الخاتم كمان مره. اهو جه. لبيك عبدك وملك ايديك. ملك ايديا. حقني يا عم عفريت، شوف لي حل ويا ليلى دي بحبها. اطمن يا ابني، وهي كمان بتحبك. تحبني؟ وده معقول الكلام ده؟ ما هو باين زي الشمس اهو. هو في واحده تقفل الشباك في وش واحد الا اذا كانت بتحبه؟ حقيقي يا عم عفريت؟ امال يا ابني، اسال مجرب. ايه الله يرحم ايامك يا عشتروت يا بنت جعريس. انت حبيت يا عم عفريت؟ هو انا حبيت بعقلي يا ابني. ويا ما ولدتني عشتروت بنت جعريس نجوم الظهر زي صاحبتك كده. وكانت بتحبك؟ بتموت في دباديب محسوبة. يعني الصد ده بدلال يا ابني، عقلهم كده، سواء بنات حواء او بنات عفاريت. يعني ليلى تحبني؟ ها؟ مش معقول. صدقني يا ابني، اكبر منك ب2000 سنه، يعرف عنك ب3000. طب اخليها تكلمني ازاي؟ اهي دي الحاجه اللي اقدر اخدمك فيها. صحيح حقيقي يا عم عفريت. امال يا ابني، وما دام الحب موجود في قلبها يبقى كل اللي احنا هنعمله اننا نخليها تظهره. وهنخليها تظهره ازاي بس؟ الفرن اما تحط فيه شويه وايد يجرى لها ايه؟ تحمى وتشعلل. فهي ليلى عايزه كده عشان تحمى وتشعلل. يا نهار زي بعضه، هنوكلها وايد. حاجه زي كده يا ابني، وايد الحب تعزيمه عفاريتي متجربه. جربتها؟ امال كل اللي كان الخاتم ده ملكهم قبلك قصدوني عشان كانوا خيبانين زيك كده. ايه قصدي يعني كانوا بيحبوا زيك كده ومحبوبهم سيء الدلال. والتعزيمه نفعت يا عم عفريت؟ عمرها ما خيبت. واذا كانت بتحب حد تاني عندنا تعزيمه تخليها تكرهه. عمرها ما حبت حد، دي قلبها حديد. خلاص يبقى تستعمل تعزيمه الحب. الله، ايه ده؟ النار يا ابني، النار اللي هعزم عليها. لكن جبتها منين؟ الله، انت نسيت يا ابني ان انا عفريت ولا ايه؟ لا مؤاخذة يا عم عفريت، لكن دي زي ولعت السهراية. ايه؟ معلش يا ابني، النار دي كنت زمان احضرها قد الجبل. ليت الشباب يعود يوما. طب الحق يا عم عفريت قبل ما تطفي. مرموش حرفوش بربوش عصفروت طيروت منفروت. ايه ده؟ دي اصلها تعزيمه من وكيلي. مرموش حرفوش بربوش عصفروت طيروت منفروت. مرمي ظهرت. ايه؟ دي لابسه يا عم عفريت. تبقى نازله، اسالها. انت نازله يا حبيبتي؟ دمي يحفك. مفيش فايده،
مفيش فايدة ازاي؟ تعزيمة متكررة. عصفروت، ديروت، منفروت، بربوش، حرفوش، بربوش. بص كده نزلت. اي والله دي نزلت حقيقي. وراها يا عم عفريت. انزل بس. طب تعالى معايا. وانت مفيش حاجة تعتمد فيها على نفسك ابدا. والنبي يا عم عفريت والنبي. امري لله قدامي. اتكلم بقى. اقول ايه بس؟ اي كلام. التعزيمة زمانها اشتغلت. ليلى. يا اختي هما بيطلعوا امتى؟ تسمحي لي بكلمة؟ لا. بتقول لا؟ لا يعني ايوه. انت مش شايف الحب اللي في عينيها؟ انا شايف الشرر اللي هيفط من عينيها. يتمنعن وهن الراغبات يا عريض. ما تضيعش وقت. انت متأكد من التعزيمة اللي عملتها؟ امال احنا بنلعب. اتكلم يا شيخ. رجليا وجعتني من المشي. رد عليا يا حبيبتي، ما تكسفنيش يا حياتي. انا عارف انك بتحبيني. يا اخي حبك بورس. سامع؟ ولا يهمك. خليك جريء. ما تعرفش جملة خفيفة كده ولا بتشعر ولا اي حاجة؟ اي ايه بس؟ حاجة كده من اللي كان بيقولها قيس لليلى ولا أنطونيو الكيلوباترا. ايوه فكرتني. ليلى، ردي على هامة الغار التي سلبت. يا اختي البلاوي اللي بتنحدف دي، انت هتاخدها من قصرها ولا مش هيحصل لك؟ طيب يا نهار اسود، دي زي اللي بتتكلم جد يا عم عفريت. كمل. حاضر. ليلى، فقبلة منك عندي هي الغار. قبلة؟ شوف يا اختي الجدع اللي ما بيختشيش، انت بتقول عايز قبلة؟ اقول لها ايه؟ لها ايوه بس بحنية. ايوه حياتي. خد يا اخويا خد. يا كرم النبي ناوليني. خد وخد القبلة دي كمان. كويس كده، ما تاخد لك قبلة ويايا. لا يا عم الله الغني. الله، ايه الحكاية دي؟ مين؟ بابا الحقني يا بابا. يا نهار اسود ده ابوها. الحقني يا عم عفريت. الحق مين يا عم؟ انفي الجديد ده. اختي القتيل تتعرف عليك. يا نهار اسود، دي لازم اختي فهمي. القتيل اسمه فهمي عبد الحميد. اختي في داهيه. ولا يهمك، المهم مفيش دليل عليه. ايوه حقيقي الحمد لله. وجود بصمات القاتل على رقبه القتيل. يا نهار زي بعضه. انت ما شفتش البصمات؟ بصمات ايه يا ابني؟ بصمات صوابع اللي كانت على رقبته. ازاي فاتتك دي؟ ازاي فاتتنا انا يا ابني ما اعرفش حكايه البصمات دي. ما كانتش على ايامنا حاجات من دي ابدا. افتحوا الباب. بوليس يا عم عفريت. يا مصيبتي البوليس. اتفضل يا فندم. مش دي شقة مدحت عبد التواب؟ ايوه يا اخويا، في حاجه. هو فين؟ في اوضته يا اخويا، في اوضته. تحب اندهله؟ لا ما تتعبيش نفسك انت، انا داخله. بوليس يا عم عفريت. ولا يهمك، انا هنفخ لك فيهم اطيرهم. الله يخليك يا عم عفريت، الله يخليك. ايه ده؟ يظهر الباب مقفول من جوه. اكسر الباب يا شويش. هو ده، اقبضوا عليه. عمل ايه بس يا حضرة الضابط؟ ابنك متهم بقتل صديقه فهمي. ابني يقتل؟ كل الأدلة تثبت التهمة عليه. أنا متأسف جدا يا هانم. اقبض عليه يا شويش. فخ طيرهم يا عم عفريت. الله بابا، دول ما بيطيروش. عجيبة. يعني مفيش فايدة. حطيت في ايده الحديد يا عسكري. انفخ
انفخ بقى وخلصني. ما كانش ينعز يا ابني، نفسي اتقطع مش قادر انفخ. انت دايما كده كل مرة تورطني وتسيبني. معلش يا ابني، الكبر عبر. امري لله، رحت بلاش. انت متهم بقتل صديقك فهمي. ابني مظلوم والنبي يا حضرة الظابط، ده ما يعرفش يقتل فرخة. ايوه النبي يا حضرة الظابط، ده انا ما اعرفش اقتل فرخة. قدامي على السجن. جرجروا قدامي يا حضرة الظابط. جرجروا عسكري. جرجروا قلت لك. حاضر هنجرب. من صالحك انك تعترف، التهمة ثابتة عليك، بصماتك واضحة على عنق القتيل، الاعتراف عامل مخفف يمكن ينقذك من الاعدام. اعدام؟ هي هتوصل لاعدام؟ تقدر تقول لي انت قتلت صاحبك ليه؟ اوعى تقول قتلته لحسن بعدين تروح في داهية. مين؟ انت؟ طبعا يا ابني، يعني اشوفك في دقيقة واتخلى عنك؟ ايه اللي جابك؟ مروءة يا ابني، احنا عفاريت وعندنا مروءة مش زيكم يا بني ادمين. طب سيبني من فضلك، انا مش عايز مساعدة من حد. يعني يا ابني ده انا جاي اخدمك. الله، انت بتكلم روحك ولا ايه؟ جاوب على سؤالي. سؤال ايه؟ قتلت صاحبك فهمي ليه؟ انت ما قتلتوش. انا ما قتلتوش. صاحبك فهمي كان وياك في البيت ليله الحادثه، حصل؟ لا ما حصلش. قول ما حصلش. تعرف واحده اسمها فايزه؟ قول له ما تعرفهاش. لا ولا سمعت عنها. دي اخت القتيل. انت كنت عندهم في البيت ليله الحادثه من غير ما تعرف ان بيتهم بيت صاحبك فهمي، حصل؟ ما حصلش. سيد افندي. ايوه يا فندم. اقرا على المتهم اول الشهاده. حاضر يا فندم. سين، هل تعرفين المتهم؟ جيم، انا ما شفتوش الا ليله الحادثه. قصدك لما رحت تسالي على اخوك عنده في البيت تاني يوم؟ جيم. لا، انا شفته قبل الحادث، قبل ما اعرف ان اخويا جراله حاجه. اذكر لنا التفاصيل المقابله دي. الحقيقه انا ما كنتش اعرف انه مدحت صاحب المرحوم، وكان ليلتها داخل بيتنا وهو هربان من الناس كانت بتجري وراه. مفهوم. حادثه البنك المتهم بالسطو عليه دي تهمه تانية ثبتت على المتهم. وبعدين لقيته متعور، صعب عليا وبدات اسعف، وبابا راح يجيب قطن وشاش عشان الجرح، لكن لما رجع ما لقاهوش. ازاي؟ جت مناسبه قلت له ان انا اخت فهمي صاحبه. عمل ايه؟ اتغيرت حالته، جات له حاله عصبيه وقام اتحول وطلع يجري وهو بيزعق. انا ما شفتوش، انا ما اعرفوش. كفايه يا سيد. ما اعرفوش. متشكر. ايه رايك يا مدحت في اقوال الشهده؟ ده مش دليل على انك كنت تعرف ايه اللي جرى لصاحبك ساعه ما كنت مع اخته؟ قول له كدابه. يا سيد مدحت، انا من واجبي ان انصحك. التهمه ثابته عليك واي انكار مش هيفيدك، لكن الاعتراف ومعرفه اسباب القتل يمكن تكون سبب في تخفيف الحكم عليك. انا بنصحك، اعترف. اوعى تعترف، انا عايز اخدمك لاعتراف سيد الادله. عرفت منين الحكايه دي؟ مش بقول لك يا ابني عايز اخدمك، انا قاعد كل ليله اقرا واطلع، دي مكتوبه في كتب القانون. انا ما رحتش بيت الشهده، انا ما اعرفهاش. يعني عايز تقول انك ما شفتش القتيل ليله الحادثه؟ ابدا انا ما شفتوش. ما كانش القتيل بيذاكر وياك ليله الحادثه؟ مظلوم والنبي مظلوم. الكلام ده تبقى تقوله قدام المحكمه. حكمت المحكمة حضوريا على المتهم مدحت عبد التواب بالإعدام شنقا. حكمت المحكمة حضوريا على المتهم مدحت انت السبب بالإعدام. انت السبب. معلش يا ابني، تعيش وتاكل غيرها. انا اللي جنيته لنفسي. أنا اللي جنيته على نفسي. إيه ده صوت العفريت. أيوة يا ابني أنا. إيه اللي جابه دلوقتي؟ أنا ما دعكتش خواتم. أنا يا ابني اللي دعكت الخاتم. جيت أشوفك قبل ما يعدموك. دي العشرة يا ابني ما تهونش إلا على ابن الحرام. إيه؟ يعدموني؟ هم مش حكموا عليك يا ابني. أيوة بس أنا عامل نقد. النقد اترفض؟ أيوة يا ابني، البقية في حياتك. والنهارده قبل تنفيذ الحكم. النهارده؟ دلوقتي حالا. انت بتتكلم جد؟ وأنا يا ابني ههزر وياك، ده أنا قد أبو
وابو ولدك. وجاي ايه دلوقتي؟ جاي ليه؟ جاي يا ابني ودعك واجب برضه. تودعني يا ظالم، ولك عين تقولها. انا ظالم يا ابني؟ انت اللي ظلمت نفسك. افتكرت ان السعاده في الراحه والكسل والمال اللي يجي من غير تعب. طلبت الاوهام اللي ما اصبح لهاش وجود، وانا وهم من الاوهام اللي طلبتها. جيت لك لحد عندك، ابقى ظلمتك في ايه؟ ليك حق، انا اللي جريت ورا وهم. افتكرت انه هيديني المال، اداني الفقر. افتكرت انه هيديني الحب، اداني الجريمه. افتكرت انه هيديني الحياه، اداني الموت. يا ابني انجم. لا مش عايز اموت. انت مش عايز اموت على نفسك، لازم تدفع الثمن. بص حواليك، شوف الانتصارات اللي حققها الانسان في كل الميادين، اللي حققها بالعرق والعمل. تعرف ان كنتم العفاريت بحق وحقيقي. اتفضل يا سيد عشماوي. استعد يا ابني. لا انتم السابقون. لا استنوا. نفسك في حاجة قبل ما تموت؟ ايوه، نفسي في حاجة واحدة بس. قول اللي في نفسك اوام، ما عندناش وقت، ورانا زيك كتير. نفسك في ايه؟ نفسي اعيش. تعيش؟ جرجروه. لا سيبوني. الحقني يا عم عفريت، القس وحياة والدك. عمر الوهم ما ينقذ من الحقيقة يا ابني. عمر الوهم ما ينقذ من الحقيقة يا ابني. عمر الوهم ما ينقذ من الحقيقة يا ابني. الله مدحت هو جرى يا اخوي؟ امتى يا مدحت؟ سيبوني، مش عايز اموت يا عالم. تموت ايه يا جدع انت؟ قوم اصحى. اصحى؟ ايوه اصحى. الله انت كنت بتحلم ولا ايه؟ ايه بحلم؟ الله، انت ما متش؟ مش معقول. انت لازم عفريتك. انا عفريت؟ الله يسامحك يا سي مدحت. الله، انت ما متش حقيقي يا اخي، ما انا قدامك اهو. يعني ما متش حقيقي. يا سلام على النباهه. وانا ما اتحكمش عليا بالاعدام. الله انت لسه نايم ولا ايه؟ اصحى بقى يا اخي. انا ما اتحكمش عليا بالاعدام. وهيتحكم عليك بالاعدام ليه بس؟ عشان قتلتك يا فهمي. قتلت اعز اصدقائي. قتلت مين يا جدع انت؟ امال مين اللي بيتكلم معاك ده؟ حقيقي الحمد لله يا ساتر. كان حلم فظيع يا فهمي. يا ساتر، كانوا خلاص هيعدموني يا فهمي. طب احمد ربنا بقى اللي صحيت قبل ما يعدموك. الحمد لله، هحمدك واشكر فضلك يا رب. تستاهل. لو ما كنتش نمت وانت قاعد تنقل الدروس ما كنتش حلمت الحلم المزعج ده. انا صحيت يا فهمي، صحيت خلاص، مش من النوم انما من الاوهام اللي كنت عايش فيها. ياه، ده يظهر كان حلم جامد قوي. ربنا ما يوريك. يا سلام يا فهمي. ايه الحلم ده نبهني للحقيقة اللي كنت غافل عنها. انزاح الضباب اللي كان على عينيا. من النهاردة هكون إنسان واقعي يعيش في الحقيقة ولا يسممش حياته بالأوهام. ياه، ده انت الأحلام ليك دوا. مادام كده بقى يا عم استأذن أنا عشان تنام تاني. لا، إيه؟ النهاردة مفيش نوم، في اعتماد على النفس، في اجتهاد، في عمل. والأم وخاتم سليمان هم دول العمل والكفاح
العمل والكفاح هم خاتم سليمان اللي العفريت بتاعه مش راجل عجوز عديم الحيلة عايش في غير زمنه، إنما عفريت مارد جبار يكتسح كل عقبة ويحقق كل أمل. كده يعني من النهاردة مفيش كسل؟ لا، من النهاردة في عمل، في عرق، في كفاح. من امتى؟ من دلوقتي. اقعد. الله، اقعد. افتح الكتاب، افتح. فتحنا الكتاب يا سيدي، ودلوقتي نبدأ الكفاح. وكان محمد علي رجلا ظالما استغل كل ثروات الشعب واستولى على كل الأراضي ليوزعها على حاشيته وجواريه. الخاتم السحري من تأليف مصطفى كامل حسن وإخراج أحمد أبو زيد. الخاتم السحري من تأليف مصطفى كامل حسن وإخراج أحمد أبو زيد. صوت الحكاية، حكايات تروى بصوت الزمن الجميل. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لتصلكم أجمل الحكايات بصوت الزمن الجميل. دمتم بكل الخير.